السلام عليكم. وينكم؟ شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا الناس الكل في خير ونعمة. كالعادة نحب نفكركم ديما باش تشتركوا في القناة بطبيعة كان يعجبكم الفيديو يعجبكم المحتوى، ونتمنى زادة تشجعوني باللي كومنتير، باللي جيم، بالبارتاج الحسيلو. في الفيديو هذايا جبت لكم زوز اقتراحات انا كي نبدا فاده وما عينيش في الكوجينه وفي نفس الوقت نحب على حاجه بنينه ومشخشخه. عندي الزوز ساندويتشات هذوما نعملهم كما شفتوا ساندويتش لول باللحم المفروم وهذايا بالعظم والتن والهريسه الحاسيل وجو تونسي. مش نبداو في الساندويتش لول. ناخو كعب بصل كبيره وقصيتها جويده بالشكل هذاك كما شفتوا، وخذيت ازيد شويه من رطل اللحم مفروم، ازيد شويه. حطيت توا البصل على اللحم متاعي وباش نفوح ملح وفلفل اكحل اكهو. نخلطهم توا ذوما بعضهم باش البصل يدخل في وسط اللحم والفاح. البصل ما تقولوش راهو برشا ولا حاجه، راهو هو اللي يبنن ويزيد شطر في البنه في الوصفه هذه. باهي توا باش تجيب الخضره متاعي. الخضره بالطبيعه نعملو كل واحد شنو عنده ولا شنو يحب ولا شنو يخير. انا المتوفر عندي طماطم وفقوس وسفناريا، هما اللي عملت بيهم كاين سلطه معناها ولا الخضره اللي مش نحطها في وسط الساندويتش متاعي. الطماطم نحيت لها الزريعه متاعها وقصيتها بالشكل هذاك، كيف كيف كعبه فقوس قصيتها بالشكل هذاك، وكعبه سفناريا مش نربيها. نجمو نزيدو خس والا فجل والا حسيل وكل واحد شنو الخضره اللي يحبها ولا المتوفره عنده. هذه خضرتي باش نحطها على جنب. جبت الخبز متاع ساندويتشات اللي باش نعمل به لي ساندويتش متاعي، خبز التورتيه. ناخذ بالطبيعه الخبيزات ولا ساندويتش العدد متاع عائلتنا ولا اللي نحبوا معناها عليه، ومش نبدا نوزع في الحمك اللي حضرته فوق الخبز. نعمل طبقه جويده ونوزعها على كبر معناها الخبزه. كملت الخبيزات متاعي بالشكل هذايا. في نفس الوقت حليت معناها على المقله باش تسخن. بطبيعه لازم نختاروا مقله ما تلصقش، خاطر كان نحطوا في مقله تلصق مش يلصق اللحم ويفسد الساندويتش، ما نجموش لا نهزوه ولا حتى شيء. باين نقعدوا ننزلوا بالكدا، والنار راي لازمها تكون قويه باش في ساعتي باللحم وما يسيبش الماء نتاعو، يحتفظ معناها بالنكهه والطعم نتاعو. كان نحطوا على نار جويده ولا نار خفيفه مش نحسوا ماء هابط معناها مش تخرج، لازم لا في ساعتي. وهو بطبيعته اللحم مفروم ما ياخوش وقت وحاسيلو مش نشمك الريحه البنينه كأنك تعمل في اللحم مشوي، من بالحق ريحه ما شاء الله. والبصل يزيد يشطر في البنه. حطيت توا الجبنه ذاك نتاع البرجر ولا الخوص اسمه سلاطه نتاعي ولا الخضره نتاعي، وكمل زاد جبن غابي. نسكر الساندويتش كما شفتوا ونزيد نطيبه معناها على الجنبين باش في نفس الوقت يطيب الخبز وزاد يذوب الجبن. شوفوا لي اكل الساندويتش بالحق بنا ما شاء الله، نودكم وما نشهيكم. هاكم شفتوا بالحق حل سريع. وانا راني ساندويتش هذا مش من اختراعي الحقيقه لقيته معناها عنده مده هو يدور ترند وكل، يا اخي جربته عندها قداش ومن وقتها ولا حاجه معتمده عندي. اما هاكا كل مره نبدل في شنو الخضره الموجوده ولا انواع الجبن اللي تكون عندي معناها متاحه في الدار. سينون بالحق هذايا خيار مزيان مزيان على الاخر، بنين وسريع. وهاكم شفتوا بنا نودكم وما نشهيكم. نتمنى تجربوه وباذن الله متاكده باش يعجبكم. هذا الساندويتش لول باش نتعداو للساندويتش الثاني. كيف كيف هذا زاده ساندويتش خيار زاده مزيان على الاخر وبنين بنين وسهل وسريع، وبالحق ينقذ معنا في برشا مواقف الواحد ما عندوش وقت ولا ما عينوش اصلا باش يدخل كوجينه. بالحق حاجه بنينه وتشخشيخه تعمل كيف. خذيت الخبز شنو قال معني قد ما نحب. خذيت زوز انواع متاع جبن اكل المثلثات والمربعات. حطيت مغرفه هريسه باش نحط شويه زيت زيتونه، وباش نسكر الخبز باش في جنبين معناها الهريسه والزيت يمشي في الجنبين متاع الخبز. بطبيعه حليت الاير فراير تسخن باش في ساعه ندخلوا معناها لحظات دقيقه دقيقتين ماكسيموم ويكون الساندويتش متاعي حاضر. حطيت العظم المسموطه نوزعوها بالشكل هذاك. انا راني جربته هذايا ساندويتش هذايا في الفور، الحقيقه ما يجيش بنين كيما في الاير فراير. بالحق في الفور ما قعد وما سخن وما ذاب جبن الا ما الخبز يبس يولي يابس معناه يتقرمش.
وانا ما نحبش هكاك، نحبه يقعد الخبز طري. الحاسيل وكملت، حطيت التن، حطيت الزيتون، حطيت جبن هذاك الشرائح، زدت حطيت شخشختها بالجبن غابي. وكما قلت لكم باش نحطه في الاير فراير جوست ما يذوب الجبن، معناها دقيقه دقيقتين ماكس ويكون ذاب الجبن ويقعد لي الخبز طري بنين، معناها ناكل ساندويتش وانا عامله جو شيخه بالحق. شوفوا لي البنه تحكي وحدها. هذا حطيته في الاير فراير، حاسيله بالمشوار ونطل عليه ميم با معناها دقيقتين وذاب الجبن. واحضر عندي ساندويتش، شوفوا لي ما شاء الله بالحق نودكم ومنشهيكم، ساندويتش تونسي محرحر يعمل الكيف، وفي دقائق معدودة نحضروه ونكون فطرنا احنا وليداتنا ومن غير تعب ومن غير وقفة زايدة في الكوجينة. بالطبيعة زدت له جرينات فلفل بر العبيد المملح الحاسيل، وجاي ساندويتش عالمي. نتمنى حلقة اليوم ولا فيديو اليوم أعجبكم ويكون خفيف ظريف عليكم، وإن شاء الله استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. بالطبيعة نتمنى كان مازلتوا ما اشتركتوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي جيم، تعملوا لي كومنتير مزيان وتبارتاجيوا الفيديو، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جاي بإذن الله. شوفوا لك التشخشيخة وك الزين والعين والبنة، بسم الله ما شاء الله.